فكرة بسيطة قوي وشكلها تحفة. هنحتاج كده علبة صفيح، وهنجيب فوم الوان اي لون تفضلي، وهبتدي ان انا اقص شرايح كده 2 سنتي ومش هفصل الاطراف من الطرف. وهبدأ بقى كده ان انا اجيب عصيان خافض اللسان، وابتدي كده ان انا احطها بنفس الطريقة دي، وهعكس في الدور اللي بعده واخلص كل الشريحة بتاعة الفوم اللي معايا. وطبعا اكون قايسة شريحة الفوم دي على قد طول العلبة اللي انا هستخدمها. تقدري تستخدمي علبة صفيح او علبة بلاستيك، اي علبة متوفرة عندك. كده انا خلاص اهو خلصت. هجيب بقى كده الجزء اللي انا عملته ده، وهبتدي ان انا اثبته بقى كده بالشمع على العلبة اللي معايا. همسك كده الجزء ده واثبته من الطرف، وهلفها حوالين العلبة. وبكده تكوني عملتي اسهل منظم او ديكور ما خدش منك اي حاجة. اقدر احطه بود زرع كده، واقدر احط فيه اقلام او انظم فيه اي حاجة. يا رب تكون عجبتكم. يلا نعمل اسهل وردة مش هتاخد منك دقيقة. هنجيب كده قطعة فوم عرضها 3 سنتي، ونقسمها ل3 اجزاء، كل جزء كده سنتي. وهقص الجزء اللي فوق ده كده دوران، وهبتدي اعمل ضفيرة عادية خالص وسهلة جدا. هجيب كده الجزء الاطراف اللي فوق دي اضمها مع بعض واسويها والزقها كده بنقطة شمع. وهبتدي بقى كده ان انا الف كده بنقطة شمع بسيطة، الف كده عشان تظهر معايا الوردة. خلصت الوردة، شايفين سهلة ازاي؟ عملت كمان منها الوان جميلة اهو. جبت كده قطعة جوخ او ممكن تستخدمي فوم، قصيتها بالشكل ده. وهجيب عصيان خشبية والف عليها كده لون اخضر، فوم او جوخ او اي حاجة متوفرة عندك. وهبدأ ان انا برضو اقص ورقتين شجر، هثبت ورقتين الشجر كده ونحط الوردة. شايفين بقى؟ بسيطة وسهلة وما خدتش مني وقت خالص. ونقدر بقى ان احنا نستخدم الورد ده في حاجات كتير. تعالوا بقى نحطه كده في بوت زرع وشوفوا شكله هيبقى جميل ازاي. جبت بوت زرع ورصيته فيه كده. قولوا لي رأيكم في التعليقات. يا رب يكون عجبتكم. انا بستخدم والله قصايص قماش متوفرة عندي. اقص شرايح كده حوالي 2 سنتي. انا خلصتهم كلهم زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى كده اجيب رول الكرتون ده. هبدأ بقى ان انا الزق الشرايح كده. هبتدي ان انا ادخل بس جوه الرول حوالي 2 سنتي. انا كده خلصت اهو الرول كله زي ما انتم شايفين. هبتدي بس ان انا بنقط بسيطة كده اثبت الجزء اللي فوق ده. بس القماش اللي استخدمته بس على الضغط بقى ان انا كده احط واحدة فوق واحدة زي ما انتم شايفين بالتبادل كده. خلصت كده السطر، ابتدي ان انا اثبته كده واثبت الجزء اللي تحت. الشكل واضح معايا زي ما انتم شايفين كده. هشيل الزيادات كده وهسيب حوالي 2 سنتي. انا خلاص خلصت الغطا. هبتدي بقى اجيب العلبة برضو هزينها بنفس الشريط اللي انا زينت بيه الغطا. هثبت بقى كده القاعدة، وبعد كده هنشوف هنغلفها من جوه كمان عشان يبقى الشغل كده من جوه كمان نضيف. وبكده يكون المنظم كده خلص اهو. ان شاء الله يكون عجبكم بأبسط الخامات. يا رب يكون عجبتكم. هستخدم فيها الكوب الايس كريم ده، وعلى فكرة هستخدمه مطرون بس انا مش هغلفه هو. انا هبتدي اجيب كده قماش يكون سميك شوية، وهلزق بس الجزء ده. انا كده بقفل الجزء اللي تحت ده كده. احط الشمع كده من تحت. هبتدي ان انا اثبته. هبدأ بالجزء اللي تحت الاول، وكده اهو زي ما انتم شايفين بلف على القماش كله. هبدأ كده ان انا احطه كده في المنتصف، والف كده القاعدة بتاعتي. جبت شريط التزيين ده، هبدأ ان انا اثبته كده. وهبدأ برضو ان انا اثبته كده على الجزء من فوق برضو. هيبقى كده معايا من تحت ومن فوق. اشيل بقى كده الكوباية. جبت كده جزء برضو من نفس القماش وعملته كده للقاعدة من جوه. هبدأ كده ان انا اجيب نفس شريط التزيين اللي استخدمته، وهبدأ ان انا اعمل كده زي يد. فكرة خلصت معايا. تعالوا بقى نعلقها. شايفين؟ بسيطة وسهلة وما خدتش مننا ولا وقت ولا مجهود ولا خامات حتى. قطعة من الكرتون طولها 13 في 32 سنتي، وقطعة تانية طولها 29 في 17 سنتي. هنبدأ بقى نجيب قطعة مبلولة من القماش كده، ونبل القطعتين كويس جدا بالمية. هبتدي ان انا اقشره واخلصه كده كله. انا خلصتهم كده اهو زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ان انا اجيب القطعتين هقلبهم كده على ظهرهم. هبتدي بقى كده ان انا احط شمع على الجزء اللي انا علمت عليه ده، وهبتدي ان انا احط القطعة التانية. هنبتدي بقى ان احنا كده نبرم الجزء اللي بره ده الاول. اطريها كده واخليها لينة، وبعد كده ابرمها واعمل الجزء اللي قدامها. خلصت كده ال3 جوانب، وادي الجنب الرابع. شايفين البساطة والجمال؟ هيطلع معاكي برواز تحفة تحفة تحفة. تبقى داري الجزء بتاع الكرتون ده مثلث كده، وهنا اهي كده انا ثبته كده يقدر يقف بالطريقة دي. سقط معايا بالشكل ده، بسيط وسهل وما خدش مننا وقت ولا خامات ولا مجهود. دول 3 عجلات دول كانوا بتوع عربية. طبعا الحاجات دي بتترمي مجرد ما بتتكسر من العربية. هستخدمهم واعمل لهم اعادة تدوير، وهنعمل منهم اجمل فكرة لاجمل ديكور نحطه عندنا في البيت. هبتدي دلوقتي الون ال3 عجلات اللي معايا باللون الذهبي،
الافضل ان انتي تقلبي اللون ده كويس قبل ما تشتغلي فيه عشان يديكي نتيجة افضل. فكرة فيديو النهاردة ان انا اعمل اعادة تدوير لالعاب الاطفال اللي عندي. طبعا كلنا عندنا اطفال في البيت وكلهم بيكسروا اللعب بشكل فظيع، فانا حبيت ان انا اعيد استخدام اللعب بتاعتهم دي بشكل جميل واستفاد منها بدل ما انا ارميها. لان طبعا كلنا اول ما العجل بتاع العربية بيتكسر زي كده خلاص العربية باظت وان انا هرميها. لا، ممكن ناخد العجل منه، ممكن يبقى بمقاسات اصغر من كده وممكن يبقى بمقاسات اكبر من كده، وابتدي ان انا الونه كده باللون الذهبي زي ما انتم شايفين. انا دلوقتي كمان استخدمت ازازة الكلور دي. هبدأ ان انا اقص الجزء اللي فوق بس، هو ده اللي انا محتاجاه في الفكرة معايا النهاردة. هبدأ ان انا الونه برضو بنفس اللون الذهبي اللي معايا، وبعد ما الونه هقص جزء تاني برضو من ازازة تانية لان انا عايزة في الفكرة دي 2. هخلصهم كده وهبتدي نشوف هنعمل ايه تاني في الفكرة. واتمنى لو وصلت للجزء ده من الفيديو وكنت لسه ما اشتركتيش في القناة، اتفرجي على الفكرة للآخر وان شاء الله هتعجبك. وياريت لو عجبتك تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتختاري علامة الكل عشان يوصلك كل جديد بقدمه. انا كده اهو خلاص تقريبا خلصت تلوين اول واحدة. هبدأ ان انا الون التانية بنفس الطريقة برضو كده. وياريت بقى ما تنسيش لايك وكومنت حلو كده عشان تشجعوني اقدم لكم افكار جديدة. ادي كده العجلات اللي انا لونتها هي كده بعد ما نشفت. هنشوف بقى هنعمل ايه. هنبتدي نجيب الازازتين اللي هما انا لونتهم بالذهبي دول من الاجزاء دي، وهلزق كل جزء في واحدة. هبتدي اجيب الشمع وهبتدي اثبتها كويس جدا في العجلة كده. وعلى فكرة تقدري تسيبيها كده بس لوحدها كقطعة ديكورية ونحط جوه عليها شمعة مضيئة كده، بس انا هستخدم الفكرة ان انا هستخدم الاتنين كده مع بعض، هحطهم كده جنب بعض. هبدأ دلوقتي اخد كل قطعة اثبت عليها من تحت كده شريط الاستراس الكداب ده. انا قصيت شريحة رفيعة خالص منه والفها على كل الازازة من تحت. طبعا انا مستخدمة اللون الذهبي فاستخدمت هنا استراس لونه ذهبي كده. خلصت اول قطعة. هبتدي ان انا اقص الزيادة كده. هجيب برضو القطعة التانية وانفذ نفس الخطوات عليها، الف عليها من تحت كده الشريط. فكرة سهلة وبسيطة جدا ومش هتاخد منك وقت خالص ولا مجهود، بكل سهولة تقدري تعمليها. انا كده اهو خلاص خلصت الاستراس، لزقته كده في الازازة من تحت. هبدأ ان انا اجيب القطعة اللي معايا اللي انا عملتها. اجيب اول قطعتين اهو، اجيب اول قطعتين هحطهم كده واحط القطعة التالتة بتاعت العجلة فوقيهم وهبتدي ان انا اثبتها بالشمع. طبعا ليكي حرية الاختيار في تنسيق العجل دوت، بس انا هطلع لك فكرة ان شاء الله هتعجبك. وهبدأ اجيب كمان الشجرة دي من لعب الولاد. طبعا انتوا عارفين الشجرة دي موجودة في ايه، دايما بنجيب لهم الحيوانات، والحيوانات دي بتبقى معاها شجر كده عشان نحطه جنب الحيوانات. انا هجيبها وهلون الشجرة كلها باللون الذهبي برضو. هبدأ ان انا اغطيها كلها باللون الذهبي زي ما انتوا شايفين كده. مش هخلي فيها اي قطعة خالص بتدل ان هي كانت لعبة اصلا او ان هي تبان حتى انها بلاستيك، لان اللون الذهبي لما يتحط عليها هيديك احساس ان هي معدن. طبعا اي قطعة بلونها من القطع اللي انا لونتها باللون الذهبي ده لازم استنى عليها خالص عقبال ما تنشف، لان هتاخد وقت عشان خاطر ما تبصمش معايا ويطلع في الاخر الشكل مش ظريف. انا كده خلاص خلصتها، شايفين شكلها جميل ازاي. هبدأ بقى ان انا اثبتها على العجلة اللي في النص دي كده بالشمع، الزقها كويس كده. وبكده هتكون الفكرة معايا خلصت. شايفين انا استخدمت حاجات بسيطة جدا وكنت هرميها، طلعت معايا الفكرة شكلها جميل ازاي. ديكور جميل بأبسط وأقل التكاليف، حاجات كنت هرميها مش هستخدمها أصلا. ازازة الكلور بنرميها، لعب الأطفال المتكسرة دي بنرميها. يبقى أنا كده استخدمت حاجة بسيطة وطلعت لي في الآخر فكرة شيك وجميلة. ودي شكلها النهائي اهو. يا رب يكون فكرة النهاردة عجبتكم وفيديو النهاردة عجبكم، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.